17 و18 مراجعة على اختبارات شهر سبتمبر وأكتوبر. نص الاستماع بيقول: في تاريخ مصر الحديث يلمع اسم الحاجة فرحانة سلامة الشهيرة بأم داود كرمز فدائي سيناوي. بعد نكسة 67 هاجرت مع أسر من سيناء، لكنها لم تستسلم بل طلبت العمل مع المخابرات المصرية. كانت تنتقل بذكاء وتحمل رسوما ومعلومات سرية وتخفيها داخل ثيابها، وتسجل تحركات العدو وتحفظ رموزه وتنقلها بدقة إلى القاهرة رغم أنها لا تقرأ ولا تكتب. كما نقلت صورا وأسلحة للعدو وتعرضت للتفتيش أكثر من مرة، لكنها كانت تتصرف بثبات وذكاء. ومع نجاح كل مهمة كان المجاهدون يحتفلون بها، وظلت أم داود رمزا للوفاء والعطاء. ولم تنس مصر تكريم ابنتها، فأطلق اسمها على أحد الأحياء السكنية في سيناء وعلى أحد المحاور في محافظة القاهرة، تقديرا لجهودها العظيمة في دعم المقاومة الشعبية ولتضحياتها السامية في خدمة وطنها. بيقول لك: تمثل الحاجة فرحانة نموذجا فريدا لعطاء المرأة المصرية في خدمة وطنها. طبعا الإجابة صحيحة. أطلقت الدولة اسم الحاجة فرحانة على أحد المحاور بمحافظة أسيوط. طبعا هنا بيقول لك على أحد المحاور في محافظة أسيوط. طبعا نقرة كانت تنتقل بذكاء وتحمل تخفيها كما نقلت، فأطلق اسمه على أحد الأحياء السكنية في سيناء وعلى أحد المحاور في محافظة القاهرة وليست أسيوط. يبقى هنا دي محافظة القاهرة. بعد نكسة 67 طلبت الحاجة فرحانة العمل مع المخابرات المصرية. المخابرات المصرية. كانت أم داود تحفظ رموز العدو وتحركاته وتنقلها بدقة إلى القاهرة. اقرأ النص التالي ثم أجب. لم يكن يعرف قلبه الخوف أو اليأس، لقد خلد اسمه بأحرف من نور في سجل الشهداء، وبقي اسمه قدوة تتوارثها الأجيال القادمة ورمزا للفداء والتضحية. إنه البطل إسلام مشهور. لقد كان من ضمن مجموعة من الضباط والجنود الذين اختيروا لمداهمة إحدى البؤر الإرهابية في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بالصحراء الغربية سنة 2017. وتصدى البطل للخطر الداهم هو وزملائه، وقدموا روحه فداء لمصر، وواجه الإرهاب ببسالة وشجاعة حتى آخر نفس في حياته. أقيمت له جنازة عسكرية مهيبة، وتم إطلاق اسمه على إحدى المدارس تخليدا لبطولاته النادرة، وأطلق اسمه أيضا على أحد الشوارع في مصرنا العظيمة أو الحبيبة تعظيما للدور البطولي الذي قام به، حتى أصبح رمزا وطنيا شامخا بين أبطال الشرطة المصرية العظماء. بعد كده بيقول لك: مرادف تتوارثها، تفضلها ولا تنقلها ولا تفتقدها؟ طبعا تتناقلها. الإجابة الصحيحة تتناقلها. مضاد اليأس، الجرأة ولا القوة ولا التفاؤل ولا اليقظة؟ طبعا التفاؤل. جمع طريق، طوارق ولا مطارق ولا طرق؟ مفرد البؤر، البؤرة. بعد كده تجلت أسمى التضحيات في سيرة البطل إسلام مشهور، وضح ذلك، حيث تصدى هو وزملاؤه للخطر الداهم بإحدى البؤر الإرهابية في الكيلو 135 بطريق
الواحات البحرية وقدم روحه فداء لمصر. ميز علاقة قوله تخليدا لبطولته، تخليدا يبقى إذن تعليل لما قبلها. القيمة المتضمنة في قوله حتى آخر نفس، التضحية والفداء. بين الكلمات التي دلت على الجو العام، من ضمن هذه الكلمات بطولته النادرة. 2 أصبح رمزا وطنيا. من ضمن الكلام تعظيما للدور البطولي. بعد كده قال الشاعر وغزاني ثراك فاشتد غرسي. ثراك الثرى وهو التراب، الغرس ما غرس في من قيم. وصفى موردي أي مصدر حياتي، وطاب قراري أي استقرار. وسقاني النمير هو الماء العذب، من نيلك العذب فروى تعطشي. أواري عن جذوري، من أروى النبات أي نبت وسقى. أينما كنت أنت كعبة آمالي، الطموح والأمل. ووقف عليك طول أذكاري، متعلق بحب الوطن. تلك مصر فكيف ينساك يا مصر، فؤاد معلق الأوطار. طبعا الشاعر في هذه الأبيات بيقول إن تربة مصر يعني ثراك غذته أي نشأ وتربى فيها، فترسخت جذوره أي اشتد غرسي، وأصبح مصدر حياته نقيا واستقراره هادئا وسعيدا. المعنى العام إن مصر أرض النشأة والنمو، وهي التي كونت شخصيته. وسقاني النمير يصف الشاعر نهر النيل بأنه سقاه من مائه العذب فشفى ظمأه، وسقى جذوره فأنبتته كما تنبت التربة الزرع. المعنى العام في هذا البيت نهر النيل هو رمز العطاء، وقد روى ظمأ الجسد والروح. إنني في رباك فتحت عيني، يؤكد الشاعر أنه ولد في مصر وفيها رأى النور لأول مرة، فهي مهد حياته وبداية وعده. فمصر هي بداية الحياة والبصيرة. أينما كنت أنت كنت كعبة آمالي، أي أن الشاعر مهما ابتعد عن مصر تبقى هي موطن آماله ووجهة قلبه، ودائما ما يدعو لها ويتذكرها. فحب مصر راسخ في القلب، لا يتغير المكان أو الزمان. تلك مصر فكيف ينساك يا مصر. يتعجب الشاعر كيف يمكن لقلب ممتلئ بحب الوطن أن ينسى مصر، ويؤكد أن ذلك مستحيل. الوفاء لمصر باق في القلب إلى الأبد، باق في القلب إلى الأبد. هات من الأبيات كلمة بمعنى قوية. عندنا اشتد، يبقى قوية بمعنى اشتد. بعد كده كلمة مضادها تعكر، عندنا هنا صفا، يبقى ده عكسها تعكر. جمع الإثراء، الثرى في ثراك، الثرى. كلمة مفردها ربوة، كلمة مفردها هي ليست ربوة بل هي وغذاني ثراك فاشتد غرسي، وصفى موردي، وطاب قراري، وسقاني من نيلك العذب فروى تعششي وأروا. إنني في رباك فتحت عيني فأبصرت أول الأنوار. أينما كنت أنت كعبة آمال، ووقف عليك طول الذكار. تلك مصر فكيف ينساك قلب معلق الأوطار، معلق الأوطار. مفردها ربوة. هنا بيقول لك إنني في رباك، يبقى ربا.
ربا فتحت عيني. يتغنى الشاعر بحب وطنه الذي أكل من أرضه وشرب من نيله، ورأى أول ما رأى أنوار الحياة، ورأى أنوار الحياة في سماه حتى أصبح قلبه معلقا به. أكمل ما يلي. استنتج المعنى المتضمن في قوله كيف ينساك. المعنى المتضمن هو الحب الفطري للوطن والتعلق به والوفاء له. بعد كده بقول لك كلمة كعبة توحي بالقداسة والعزة. سقاني النمير، طبعا صورة حسية تحفز حاسة التذوق. تعطشي وأواري، ترادف. كيف ينساك أسلوب إنشائي غرضه جذب الانتباه وتحريك الذهن. فروى تعطشي بما قبلها نتيجة. قراري وادكاري بينهما نهاية والقافية. النحو. الصحة هي نعمة. الصحة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وهي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ثاني. هي النعمة الغالية، والغالية نعت، والجملة من المبتدأ. النعمة طبعا دي خبر، وهي النعمة في محل رفع خبر المبتدأ اللي هي الصحة. وكلما كان الإنسان سليما كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الإنسان اسم كان مرفوع بالضمة، سليما خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة. على الوجه جار ومجرور. الأمثل نعت مجرور، لأن النعت يتبع المنعوت. نعت مجرور بالكسرة، لأن الوجه هنا طبعا مجرورة، تبقى الأمثل مجرورة. وهي نعم. تتعطل مهامه. تتعطل مهامه، تبقى مهامه فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. محل جر إيه؟ مضاف إليه. استخرج من القطعة فعلا مبنيا. كلف. عندنا كلف، ادي كلف. ماشي. الفتح. اسمين مبنيين مختلفين. عندنا التي اسم موصول، وعندنا الهاء في كلمة بها. بعد كده فعلا مرفوعا وآخر منصوبا. المرفوع تعطي. التي تعطي متفعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. أن يطلع فعل مضارع منصوب بأنه علامة نصب الفتحة الظاهرة، يبقى تعطي مرفوع بالضمة الظاهرة. أن يطلع
منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. كن صبورا عند الشدائد. خلي صبورا معربا بعلامة فرعية. هنقول هنا كونا صبورين عند الشدائد. جاء الذي اجتهد في المذاكرة. اجعل الاسم المبني معربا. هنقول جاء اللذان اجتهدا في المذاكرة. بعد كده بيقول لك اكتب خطبة إقناعية عن التفاؤل والثقة بالنفس. طبعا عندنا الأول الألف اللينة. طبعا الفعل هنا ثلاثي وأصل الألف ياء. الفعل ثلاثي وأصل الألف ياء. لأن طبعا سعى هنجيب منها المضارع يسعى، ونجيب منها المصدر يسعى سعيا، تبقى أصلها ياء. بعد كده بيقول لك أيها الحضور الكرام دعوني أحدثكم عن قوتين قادرتين على تغيير مجرى حياتنا: التفاؤل والثقة بالنفس، حيث نواجه صعوبات الحياة ولا بد أن نتحلى بالأمل وننظر إلى المستقبل بعين إيجابية. لا يعني تجاهل الواقع، بل يعني الإيمان بأن بعد العسر يسرا. أما الثقة بالنفس فهي السلاح الذي يمنحنا القوة لننهض بعد السقوط ونتحدى المستحيل. فالشخص الواثق من نفسه لا يستسلم للفشل، بل يتعلم منه ويواصل طريقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.